يلا بينا نعمل البانيه مع المكرونه بالبيستو صوص وكمان سلطه الزبادي والبطاطس. اول حاجه معايا فراخ البانيه نشفتها كويس في المناديل وبعدين عملت فيها خروم عشان التتبيله تتداخل جواها كويس قوي. معايا بقى التتبيله عباره عن زعتر وكاري وملح وفلفل وبابريكا. بعد كده معايا بصلايه مبشوره ومعايا كمان نص كوبايه من الخل ومعايا كمان زبادي او لبن رايب عشان يطري الفراخ. وبنزل بقى بيهم كلهم على الفراخ وبحطهم في التلاجة لمده ساعه او ساعتين يتبلوا. بعد كده معايا البيض مع دقيق بفكهم بالميه بتاعه التتبيله بتاعتي بتاعه الفراخ اللي هي فيها خل وفيها كمان زبادي، فبالتالي هتدي طعم كمان للبيض وللدقيق. ولو لقيت الخليط خف معايا بزود عليه دقيق وبعدين بشيل التتبيله من على الفراخ وانزل بقى بيهم على البتر اللي عندي او الخليط التقيل بتاع الدقيق والبيض. وبعدين احطهم بقى على البقسماط وابتدي بقى اضغط جامد كده عشان البقسماط يلزق كويس في الفراخ. وعلى زيت سخن بنزل وبعدين بسوي الفراخ بقى على الجنبين كده واديها لون ذهبي جميل زي ما انتم شايفين، طالعه مقرمشه وخطيره يا جماعه وريحتها ماليه الدنيا وتجنن. بس